لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أول شيء معركة الحديدة، مهما كان رأيك بالحوثيين، 2000 مقاتل حوثي هزموا 20,000 مقاتل جاي من برا. أبو عبد الرحمن، أنت سعودي وتقول هذا الكلام صحيح؟ نعم يا سيدي، لأن احنا ما زلنا على 50,000 حوثي لم نستطيع أن نتحرك. شايل البندقية على كتفه والخنجر قدامه، ويقال انهم كانوا مقاتلين شرسين ايضا بلا شك، وكان يجيد التنشين. وبالتالي اليمن من الصعب جدا السيطرة عليها، ولنذكر الجيش المصري في الستينات كيف عانى الكثير في حرب ضد الإمام في حينها، لأن الإمبراطورية العثمانية سيطرت على كل المناطق، على كل المناطق في العالم العربي، لكنها دفنت في اليمن، تحولت إلى مقبرة. نحن سادس بلد في الميزانية العسكرية، ولم نقدر على عصابة 50,000. القاتل اليمني الشرس بطبيعته والتحالفات القبلية وطريقة القتال بحرب العصابات قبل الحوثيين تجعل من الصعب جدا لك نصر حاسم فيما يتعلق بمناطق النزاع. الناس عم يقاتلوا بالداخل ببلدهم، واليمنيين عندما يقاتلوا دفاعا عن بلدهم ما حدا بيهزمهم. 85,000 تركي دخلوا إلى اليمن ليحتلوها، رجعوا 5,000 بس. إضافة على إنه هو البندقية متعلقة في كتفه على طول، فبيتدرب عليها. فدي فكرة. اليمن لا تستطيع عليه. ثانيا، عبد الناصر بذاته بجلالة قدره خسر أكثر من 60,000 جندي في اليمن. ولكن قرار إرسال القوات لليمن أنهك الجيش أيضا بلا شك، جنودا وعدة وعتادا يعني. بلا شك. وبعدين وأنهك الاقتصاد المصري أيضا يعني.